السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفة النهاردة لحيرة كل يوم ومش عارفين نعمل اكل ايه. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا ولذيذ قوي قوي. الوصفة بتاعتنا النهاردة هتبقى عبارة عن هنعمل صينية جلاش او جلاش البيتزا من بواقي الجلاش اللي عندنا او الجلاش المتكسر اللي باقي عندنا من جلاش قبل كده كنا عاملينه. طيب هنستخدم النهاردة الجلاش، ادي لفة الجلاش تمام. هنقطعها بطريقه معينه وهتشوفوها معايا دلوقتي، والحشوه بتاعتنا هتبقى على حسب ما انت عايزه. انا النهارده هحشي بسوسيس تمام، انت ممكن تحشي بفراخ، لحمه، سجق، ايا كان، جبن تمام. وهحط شويه خضار مع الحشوه. عندي طماطم متقطعه صغير، عندي قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وممكن تحطي اصفر اللي انت عايزاه. وهنحط زيتون، وكمان هنحط شويه حاجات تانية. تابعوا معايا الفيديو هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنمسك الجلاش وهنقطعه. يلا نشوف هنقطع الجلاش ازاي. دلوقتي هنبتدي نقطع مع بعض الجلاش بالمنظر ده. بسم الله. هنقطعه خرط كده تمام اهو، هيبقى بالمنظر ده. هنقطع الكميه كلها معانا كده ماشي. وبعد ما نخلص اللفه هوريكم هنعمل ايه تاني وشكلها هيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا قطعت الجلاش كله، الكميه اللي معايا كلها بالمنظر ده. ده هيبقى شكله تمام. قطعته خرط كده. بعد كده هبتدي ان انا اجهز الصينيه بتاعتي واحشيه. دلوقتي معايا كوبايه لبن تمام، وهكسر عليها بضايه. بسم الله. ممكن البضايه دي تبقى 2، مفيش مشكله خالص تمام، نخلي بالنا. وبعد كده هحط عليها شويه فانيليا وشويه بيكنج باودر يعني كده. دلوقتي احنا جبنا كوبايه اللبن تمام، حطينا عليها بضايه او ممكن بيضتين على حسب المتوفر عندك تمام. وهنفضي عليها كيس فانيليا كامل، وهنحط عليها معلقه بيكنج باودر ممسوحه، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، معلقتين 3 سمنه او زبده او زيت المتوفر عندك. هنقلبهم كويس جدا. وده الدريسنج اللي هيبقى ده الدريسنج اللي هيبقى بتاع الجلاش اللي هنسقي بيه الجلاش عشان يطرى. دلوقتي حطينا زي ما قلت لكم، هنعيد تاني: لبن، بيض، كوبايه لبن، بيض، بضايه واحده او بيضتين المتوفر عندك، فلفل اسمر معلقه، ومعلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر ممسوحه، وكيس فانيليا. هنفضي كيس فانيليا تمام. بعد كده هنقلبه كويس جدا ونحط عليه شويه سمنه. هنقلبه بسم الله عشان ندوب البيض، ونراعي ان فيه بيض فلازم يفك خالص في اللبن. بعد كده هنحط شوية سمنة، ممكن نحط كمان معلقة. عندك زبدة تمام، عندك زيت تمام، المتوفر. نقلب كويس. بعد كده هنطبق الصينية دلوقتي انا معايا صينية او سرفيس. معايا سرفيس تمام مدهون مادة دهنية سمنة او زيت. بعد كده هبتدي احط في الارضية. بعتذر عن الصوت معلش، ده صوت بنتي تمام. هنحط كده كمية في الارضية بحيث ايه ان انا اغطيها خالص عشان اخلي الباقي للحشوة تمام. طبعا انتوا شفتوا احنا بنقطعه ازاي ماشي. لازم دلوقتي احنا جبنا سرفيس زي ما قلت لكم ودهناه سمنه كويس قوي عشان ما يلزقش. حطينا فيه نص الجلاش اللي قطعناه مع بعض. بعد كده هنحط عليه السائل اللي احنا برضو جمعناه مع بعض، اللبن والبيض والسمنه. ولازم نراعي ان احنا نجهزه يعني ايه، نحط كويس قوي عشان ما ينشفش مننا تمام. نحط كميه مناسبه كده، بس طبعا مش نحطه كله لان احنا لسه هنحط على الطبقه التانية. نراعي ان احنا نحط في كل الجوانب كده بالمنظر ده تمام. احنا عملناه كده بطريقه مناسبه. بعد كده هنبتدي نحط الحشوه. معايا زي ما قلت لكم الحشوه مش حاجه ثابته، ممكن نحط اي حاجه متوفره عندي. دلوقتي انا هحط سوسيس، نوزعه كويس قوي. بسم الله.
تمام اهو ده شكله وانا بوزعه. طبعا دي بنتي مع نفسها كده عماله تضحك. وبعد كده هنبتدي نحط الطماطم. ماشي، الطماطم ما احطهاش كلها لاني في على الوش برضو هحط طماطم. ماشي، وصفه سهله وسريعه وهتعجبكم قوي 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 لو نفذتوها. بعد كده هنحط الفلفل. طبعا الفلفل ده لو مش عايزاه حامي يبقى ممكن تحطي فلفل اللي هو الرومي. وبعد كده هنحط زيتون، حاجه بسيطه كده لان احنا لسه عندنا برضو على الوش هنحط. تمام، لو عايزه تحطي في النص الحشوه بس وتخلي الزواق ده اللي على الوش بس تمام ماشي. برضو عندنا بعد ما حطينا الحشوه كلها تمام، اي حشوه زي ما قلت لكم المتوفره عندي، هنبتدي دلوقتي نحط حطينا الجلاش الكميه اللي باقيه اللي قطعناها، ولازم نضغط عليها كويس قوي بالمنظر ده عشان كلها تمسك في بعض. بعد كده هنحط بقيه السائل اللي احنا كنا مجمعينه مع بعض، البيض واللبن والسمنه بالشكل ده، نوزعه كويس قوي في الصينيه. وبعد كده هنبتدي نحط تمام، نعمل كده عشان يجي في الشكل يتوزع كله في الصينيه. بعد كده هنحط اخر حاجه الجبن والزيتون والشكل النهائي. ادي الزيتون تمام، هيبقى شكلها عامل زي البيتزايه كده. وادي الفلفل، وادي الطماطم. طبعا دي البواقي اللي كنت حطاها من الحشوه من جوه. واخر حاجه هنحطها مع بعض تشكيله الجبن. تمام، بتفرق قوي في الشكل وفي الطعم، لما بتسيح بتبقى حلوه قوي قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تتاكل كده من غير ما تستوي. احنا دلوقتي مشغلين الفرن بقاله حوالي 10 دقايق تمام على درجه حراره 180. اول ما الفرن يسخن كويس قوي معايا هندخل الصينيه. هتقعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه على حسب الفرن بتاعك، واستنوا معايا اول ما تخرج هوريها لكم. وده الشكل النهائي للصينيه بعد ما طلعت من الفرن. قعدت حوالي 10 دقايق او ربع ساعه لان الفرن كان سخن جدا. بعد كده قفلت الفرن وشغلت الشوايه عشان تاخد وش بالمنظر ده. هتعجبكم قوي قوي قوي، جربوها على ضمانتي، سهله وسريعه وحلوه جدا جدا جدا. هتعجبكم وهتشرفك لو عملتيها في اي عزومه او اي مناسبه، حلوه جدا. وهقطع لكم دلوقتي حته بس نستنى تبرد شويه عشان ما تتقطعش مني، وهوريها لكم عامله ازاي خرط خرط. وفي نهايه الفيديو ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تحطي لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده الشكل النهائي للجلاش بعد ما قطعت منها قطعه. شايفين قطعه على بعضها اهي تمام. الحشو الطبقات بتاعتها جميله جدا جدا، هتعجبكم. جربوها وبالهنا والشفا اللي يعملها.